السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى يا ربي نلقاكم لا فيديو ديالي في عطم الصحه والعافيه يا رب. هذا اول فيديو من السنه الجديده 2025. يا ربي يدخل علينا بالصحه وبالهنا وبكل ما كنتمنوا ان شاء الله، وباي حاجه زوينه يا ربي. المهم كما كتشوفوا معايا الروتين ديالي اللي غنبدا معكم ان شاء الله. هنا عندي واحد شويه ديال التقليه، كنت وصيت عليها راجلي جابها. كيتقدى من عند واحد السيد كاين في حد السوالم، واحد الجزار واعره البنات، مهم مضمونه ونقيه و... وشي حاجه زوينه. كما كتشوفوا معايا بعد ما غسلتها ونقيتها كامله، من... هي ديجا كتكون منقيه، مهم ضروري نزيدو نغسلوها ولا بانت لينا شي حاجه كنحيدوها. المهم بعد ما نقيتها كامله كما كتشوفوا، دابا غادي ندوز باش غادي نقطعها. ودوك المصارنه البنات راه كنحلهم، ما كنخليهمش، وغسلتها كامله وخليتها هكا سقطرات. بالنسبه لهادوك العظام اللي وريتكم البنات، هادوك عطاهم ليه دائما هكا كتلا بغيتو تبنوا بهم هكا الحريره كنديرهم انا، كنخليهم الا بغيت ندير الحريره ولا شي حاجه كنبقى نبنن بهم، كنخليهم خصيصا للحريره حامضه. صافي جمعتهم هكاك في واحد الميكا كما كتشوفوا، خليتهم على جنب. بالنسبه للتقليه البنات غادي ندوز كامله، غادي نقطعها، كنقطعها كامله وكنديرها في هذيك الشبكه، عاد كنخلطها يعني كندمجهم كاملين مع بعضياتهم باش كتكون ديك الريه والكرشه والمصار وداك ديك الشحم وداكشي كامل مخلط مع بعضياتو. صافي وكنقسمهم. بالنسبه للمصار انا بنات راه نقيتهم مزيان وغسلتهم، انا راه كنحلهم تقدروا تقلبوهم. انا غسلتهم مزيان، حيت منهم ديك الماده اللزيجه اللي كتكون فيهم. كما كتشوفوا راه كتبان لكم تبارك الله نقيه. صافي غادي نقطعها كامله كما شفتوا معايا، وها هي خلطتها. دائما البنات انا التقليه ما كتخطانيش لان عزيزه على راجلي، كيبغيها بزاف بزاف. النهار الكبير النهار فاش ديري ليه التقليه. وصافي دابا مادام نقيتها غادي نقسمها دابا في الميكات، غادي ندير على حساب القياس ديالنا، راه غير انا وراجلي. اما تا بنتي الصغيره ما كتبغيهاش، ما كيبغوش ياكلوها ليا بناتي بجوج صغار. دائما منين ندير انا التقليه ضروري ندير لهم هما شي حاجه هكا خفيفه معاهم. ايوا صافي غادي نقسمها هكا، درت تقريبا 3 الميكات على قياسنا. صافي وغادي نحتفظ بها هكا في الفريغو، منين بغيها غادي نجبدها هكا طلق. ديجا كتكون راه نقيه وكلشي. كاين اللي كيسلقها البنات قبل، من بعد عاد كيطيبها. كاين اللي كيطيبها مباشره. انا بعض المرات كنسلقها، بعض المرات كنطيبها مباشره. صافي البنات المهم كما كتشوفوا معايا الروتين ديال اليوم بديتو معاكم نيشان بتماره بديتو معاكم بالتنقيه ديال التقليه. ايوا صافي البنات غادي ان شاء الله ملي غادي نسالي غادي ندوز معكم باش غادي نحضر معكم واحد الكيكه اللي كتجي زوينه، كتجي منفوخه وساهله، والاهم انها كتجي ناجحه معكم من اول تجربه. المهم بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجو فيهم 4 البيضات. ديروا غير 3 البيضات، انا ملي كيكونوا عندي حجم كبير كندير 3 البيضات. انا عندي شويه كاس درت 4. غندير معاهم كاس ديال السكر السنيده، كاس الا ربع. نتوما عبروا بكاس عنبه، هذا كنعبر به انا كاس عنبه. كاس الا ربع ديال السكر السنيده غادي نطربهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم، مع السكر السنيده مع البيض، حتى يولي بحال هكا بيض كامل بحال الثلج، وكيضاعف الحجم ديالو. صافي غادي نضيف ايضا كاس الا ربع ديال زيت المائده، نفس القياس ديال كاس عنبه. صافي غنبقى نضيف هكا تدريجيا وانا كنخلط. تبارك الله البنات كما غتشوفوا معايا راه كتجي ناجحه معكم منفوخه. اعتمدوا غير على هاد المقادير هادو وما غاديش تحشمكم. هنايا عندي واحد كاس ديال دانون ديال الفاني، تقدروا ديروا نتوما اي نكهه بغيتو. المهم ندير انا هنا دانون فاني مع واحد الساشي ديال الفاني باش نسمو الكيك ديالنا. وكتحيد منه حتى ديك السفوريه ديال البيض. تقدروا ديروا هكا قشور ديال حامض اولا ديال البرتقال، المهم حسب المتوفر عندكم نتوما. غندير هنا واحد قبصه ديال الملح باش نصحوا الذوق ديالنا. صافي بالنسبه للدقيق انا راه كندير عيني ميزاني. صافي حتى كيبدا لي حتى كنشكل دائما المعتمد عندي، حتى كنشكل ديك 8 هكا بالعجين. كيبان لي العجين ديالي واقف، صافي راه هو هذاك، لان الدقيق راه كيختلف
حسب النوعية ديالو. كما كتشوفوا معايا المهم عينكم ميزانكم، وغادي نخلي سميتو خمارات حمرين عندي 3 نخليهم حتى للاخير. صافي وغادي ندمج هادشي مع بعضياتو مزيان. كتضيفوا واحد شويه ديال الخل، تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخل هكا باش كيجي لكم من فوق حتى الاخير عاد كتضيفوه. صافي كتاخدوا اي مول بغيتو ديروها فيه، انا كنديرها في هذا. ها هو بعد ما دهنتو بالزبده ورشيتو شويه ديال الدقيق. العجين ديالنا كيفاش كتشوفوا السمك ديالو. صافي غادي نديرها فيه كما غادي تشوفوا. تقدروا تزينوه هكا من الفوق بشويه ديال لوز ايفيلي او لا كاوكاو ايفيلي او لا الشكلاط او لا المهم اللي عندكم نتوما. انا خليتها البنات عاديه لان بناتي بغاو يديروا فيها هذاك صوص كراميل، الاخرى بغات دير فيها الشكلاط، المهم درتها لهم عاديه كما كتشوفوا. صافي غادي ندخلها الفران هكا طيب من التحت. ملي طيب من التحت نطلع الفوق غير تحمر واحد شي ونخرجها. كتجي على هذا الشكل هذا البنات كما كتشوفوا. ها هي كتجي ناجحه معكم ومن فوق دابا راه باقا سخونه البنات باش نجبدها معكم ونقطعها معكم. كتجي ناجحه راه غير بثلاثه البيضات. انا راه عندي البيض صغير ودرت 4. شوفوا السمك ديالها البنات كيفاش كتجي مفشه ومنفوخه. المهم بعد ما سالي ديك الروينه وغسلت هنايا البنات من ديك الريحه ديال التقليه، غسلت هنايا مزيان قلت نوجدها هكا الكاسكروط وصافي كما كتشوفوا معايا. وصافي البنات خرجت بناتي بعد ما درنا كاسكروط، خرجت بناتي هنايا لعبوا شويه في واحد الجهه ديال الالعاب. جيت هكا في العشيه بغيت نوريكم الطريقه ديال كيفاش كنظم الادوات المدرسيه ديال بنتي. ديك النهارات كنت قلت لكم راه عندي فاش شاركت معكم هاد لي بواط هادو قلت لكم راه منظمه بهم الادوات المدرسيه ديال بنتي وبيتها. المهم قلتوا لي نشاركهم معكم. فهادو البنات راه ما كيخطاونيش، راه كيديروا 3 دراهم زوينين في التنظيم، يعني كينفعوا بزاف بزاف بزاف. هنايا الاغلبيه البنات ديال الادوات ديالها وديال لي فيتخ سيرتو هاد لي فيتخ هادو اللي غادي نوريكم دابا كنخدموا عند هذاك اللي كيكون في الجوطيه في حي حسني اللي كاين في شارع افغانستان مورا المدرسه ديال الاخطل اللي كنت شاركت معكم ديك المره المكان ديالو شاركت معكم البلاصه فين كيحاط وبزاف الناس مشاو عنده. هادو البنات راه خديتهم عنده ب30 ريال الواحد. هادو زوينين كتبقى تزين بهم هكا بنتي الضفاطير ديالها كما كتشوفوا. هذاك فيه ورده، هذاك فراشه، هذا قلب. والثمن ديالهم هكا في المكتبات راه كيكونوا غاليين. شنو هي 30 ريال الواحد. هذا ما عطاوش عطاه ليها فابور ولا ما نعرف ولا ما عطش شي درهم. المهم ما كنفوتش فيهم 2 دراهم. الحاجه الواعره الغاليه كتكون 3 دراهم 5 دراهم. هادو البنات واخداهم ب2 دراهم. هادو اللي نفس لا مارك، هادو اللي باردين، هاد الفيترات الكبار واخدوهم ليها ب2 دراهم. هادو اللي غادي نشارك معكم دابا. هذا درهم البنات نفس داك الشكل اللي وريتكم في الاول حتى هو فيه قلب هكا كبير. باش بغيت نشارك معكم البنات انا طريقه التنظيم ديالي كيفاش منظم معلماتها بنتي. اي حاجه كتبغيها كتهزها كتحط حداها لابواط، يعني كتهز ملي كتسالي كتحطهم فيها وكترجعهم بلاصتها. اي حاجه بغات الاقلام ملونه كتمشي لهم نيشان، بغات الفيترات كتمشي لهم نيشان. اي حاجه هاد اللصاق هادي البنات هاد اللصاق زوينه فيها هاد البريو هذا واخداها بدرهم. وهاد الطوابع هادو اللي كتحمق عليهم بعد ما كتمشي معايا والله العظيم الا كان كيبانوا لي كنبقى ندرقهم لان ما خليه على اللي خسرات ليها اختها، خليه على هادو راه غير غبرتهم وطلعتهم الفوق لان عندي بنتي الصغيره شويه ديك مشطونه شويه وما كتخلي ليها والو. المهم كنحاول نهز ليها داكشي الفوق صافي مني عرفناها كيفاش دايره وليت نظمت ليها هادشي هكا كيما وغبرنا عليها تما الفوق. شو هاد الطوابع البنات كيفاش دايرين، يعني فيهم هاد الاشكال زوينين بزاف، فيهم موديلات واعرين هكا. البنيتات الصغار كيعجبوهم هادشي. انا نيت كبيره والله العظيم لا كيعجبوني نبقى هكا نزين بهم. حساك بنيتات الصغار عرفتهم كيحماقوا على هادشي. وهادو واخدهم ليها ب30 ريال الواحد، فين ما تمشي كيبانوا ليها كتاخدهم.
وكيجيو هكا في التزيين ديال الدفاطر ديال البنيات كيجيو زوينين بزاف. كما كتشوفوا راه واخداهم على الاشكال والانواع، خلي اللي خسرات ليها خصها. كما شفتوا معايا البنات دوك البواطاط البنات راه عرفتي راه كينفعوني، عرفتي راه منظمه بهم الفريغو في الكوزينه، الالعاب منظمه فيهم هادو داكشي الالعاب الصغار كنجمعهم تما. هذا هادشي ديال الادوات المدرسيه كينفعوا بزاف، هما صحاح وترونسبارون، الا اي حاجه درتوها فيهم لداخل كتبان، وحتى الثمن ديالهم مناسب. يعني بعض المرات كتلقاهم ب3 دراهم، بعض المرات 2 دراهم ونص. راكم عارفين كازا كل مرة الثمن ديالها بوحدها. والأهم حاجة ملي كتكون الحاجة منظمة ومقادة كيعطي واحد المنظر زوين، وكتعلموا حتى وليداتكم يعني يكونوا ينظموا حوايجهم ويحافظوا عليهم وما يخسروهمش، واي حاجه سالوا منها راه كيردوها بلاصتها. كيما شفتوا هاد بحال دابا هاد البواطه هادي جامعه فيها كاللصق وهاد الطوابع صافي. وحده اخرى عاوتاني جامعه فيها، هادي جامعه فيها غير ستيلوات، كاع ستيلوات جامعاهم هنايا. هذا البنات هاد الستيلو هذا واخداه من عنده هو ب30 ريال، زوين هذا. داير بحال الشكل ديال العكر، هو اللون ديالو ازرق زوين في الغوز. صافي هنايا كما قلت لكم اي ستيلو بحال دابا لا تخص ديالها راه فيها الملونات، فيها الفيترات، فيها ستيلوات وداكشي. هادي داكشي اللي شايط كنخبيه لها. صافي ملي كتبغي شي ستيلو شي حاجه كتمشي تجبدو بالنسبه للصباغه وداكشي تا هو عازله ليها بوحدو. المهم ان شاء الله المره الجايه غادي نوريكم فين مقاده ليها هكا كتبها، الدفاتر ديالها، القصص ديالها وداكشي ان شاء الله، حتى نقادو ان شاء الله نوريكم. صافي هادشي، هاد البواطه هادي هاد الطويله هادي راه البنات راه كناخذهم عند مول الحانوت كيعطيوهم لجنات بنتي. ملي كتخوي شي وحده كيعطيها لها كيقول لها هاكيها. هادو كتجمع فيهم هكا الملونات، كاع الملونات جمعهم هنا، الملونات ديال الشمال، الملونات الصغار الكبار. وهادي جمع فيها الطوابع كما كتشوفوا. هادو البنات كاملين واخداهم من عنده بحال هادو راه كنقول لها راه هادو راه الطوابع ديال الحلوه، كتقول لي لا ماما راه ديال العجين، نعطيهم ليا بغيتو. هادو تا هما باش كيرسموا كيلونوا، واخداهم عنده بشي 10 ريال الوحده، زوينين. ايوا صافي بعد مرات شي حاجه راه كيعطيها بعد ما تنخلصوها، بعد ما كيقولها غير ديها من كثرت ما كيعرفها كيقولها غير ديهم. ايوا صافي هاد البنات كانت بحال الشكل ديال بورتكلي فيه سميتو هذا ديال العكار، فيه هادشي ديال البنيتات الصغار. ما عرفتش انايا ما كنخلاش نستعملو، ولكن عجبها وخداتو. راكم عارفين البنيتات الصغار اي حاجه شافوها سيرتو هادشي ديال المكياج كيحماقوا عليه. صافي وهذه حاجه جامعه فيها داكشي يعني اللي مازال ما كتستعملوش دابا، لان الله اول عام في الابتدائي مازال ما كيستعملوش هادشي ديال البيكار وهادشي. جامعه هنايا تتوصل عليه، ولا ملي كتبغي تخدم بهم ولا تبغي ترسم بهم تنكون حداها. يعني ما كنبغيش على حساب اختها الصغيره وداكشي لان مازال خطر. صافي هاد البواطه الكبيره هذه كنت خديتها ب5 دراهم، كيدايرين 5 دراهم. شافتها عندي في الكوزينه قالت لي ماما هذه اللي غتنفعني في الصباغه وداكشي ديالي، قالت لي عطيها ليا كبيره. يعني من كتر داكشي اللي علمتها ولات هي دابا بوحدها كتقاد تنظم داكشي حويجها. المهم كان هذا فيديو ديال اليوم، شاركته معكم البنات باش تاخذوا افكار هكا لتنظيم ادوات المدرسيه ديال وليداتكم، ونتمنى تجربوا داك الكيك اللي كيجي ناجح. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف على قلبكم وتكونوا استفدتوا منه. وكنقول لكم السلام عليكم وخليتكم في امان الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.